ويسأل سائل أيضا عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، اللي فيه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات، اللي وقال: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، إلى آخر هذا الحديث. لأن حديث يعني فيه طول شوية، وهذا الحديث لا يصح، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكن لا يصح إسناد من أسانيد هذا الحديث. فأحمد على يعني ما أذكر رواه بإسنادين، وربما يعني يكون أكثر، أنا يعني عهدي بعيد. رواه بإسناد عن أبي وائل شقيق بن سلمة، روى بعض هذا الكلام عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وروى الإسناد الآخر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، كلاهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وطبعا الإسناد هنا منقطع، ليه؟ لأن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذا، وكذلك أبو وائل شقيق بن سلمة لم يدرك معاذا، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في زمان عمر في طاعون عمواس سنة 18 هجرية، إنما شقيق بن وائل يعني من أقدم من لقي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود توفي بعد سنة 30، أظن سنة 32 تقريبا، أو في غضون هذه الفترة توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى إذن وفاة معاذ متقدمة، فلم يلحقه واحد من هؤلاء. وأعتقد أيضا في معجم الطبراني الكبير أنه يرويه عن مكحول عن معاذ، وطبعا مكحول متأخر خالص، يعني يمكن أبو وائل شقيق بن سلمة متقدم عن مكحول الشامي أبي عبد الله، فلا يصح إسناد هذا الحديث.